ليه البطاطس المقلية عند ناس بتطلع مقرمشة ولونها ذهبي، وعند ناس تانية بتطلع طرية ومليانة زيت؟ وهل فعلا البطاطس بتشرب زيت اثناء القلي بس، ولا في وقت تاني بعد ما تطلع من الطاسة ممكن تشرب فيه زيت؟ النهاردة ان شاء الله هقول لكم الاخطاء اللي بتبوظ عملية البطاطس المقلية، وازاي تعملها مقرمشة سواء كانت بالقلي العادي او بالاير فراير. وفي اخر الفيديو هقول لكم على معلومة مهمة جدا عن النشا هتخليك تفهم سر القرمشة من اساسه. خليك معايا للاخر لان الفيديو ده من اوله لاخره كله معلومات تهم الناس. ويا ريت بقى اللي مش مشترك في القناه يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كلنا تقريبا بنحب البطاطس المقليه، وخصوصا لو كانت مقرمشه كده وبتطلع صوت واحنا بناكلها. لكن في ساعات تعمل كل حاجة كويس جدا وفي الاخر بتطلع معانا طرية ومدهننة او متحمرة من بره ونية من جوه. الحقيقة ان الموضوع ده ما هوش حظ، في عوامل كتيرة قوي بتتحكم في العملية دي وليها اسباب كتيرة قوي. نوع البطاطس، طريقة التقطيع، النشا، المية، التجفيف، درجة الحرارة بتاعة الزيت، كمية البطاطس جوه الطاسة، حتى طريقة تصفيتها بعد القلي، كل ده بيفرق كتير في القرمشة. تعالوا نفهم الحكاية من البداية. أول سؤال هو ليه البطاطس بتشرب زيت من الأساس؟ الإجابة: البطاطس فيها كمية كبيرة من المية، احنا عارفين محتواها من المية كمية كبيرة. لما البطاطس بقى المتقطعة تتحط في الزيت السخن تنتقل الحرارة لداخل البطاطس، وبالتالي المية اللي جوه البطاطس بتتحول لبخار، بتتحول لبخار تدريجيا وتخرج من داخلها. وفي نفس الوقت السطح ده بيتغير تركيبه، بيبدأ يعمل طبقة أكثر جفافا ومسامية طبعا، وهي اللي بتدينا الإحساس بالقرمشة. لكن الزيت بقى لما ممكن الزيت يدخل المسام والفراغات اللي بتتكون أثناء القلي. يعني ممكن الزيت يدخل المسام، في مسام كده في السطح او الفراغات اثناء القلي. امتصاص الزيت هنا بقى مش مجرد ان الميه بتخرج والزيت دخل مكانها، الموضوع اعقد من كده في كتير. في عوامل بتساعد في كده، هي زي درجه الحراره ووقت القلي وكميه الميه اللي جوه البطاطس والمسامات اللي في البطاطس وغيرها من العوامل اللي هنتكلم عنها. يعني ببساطه كده احنا عايزين نطلع ميه كفايه من السطح. يعني مطلوب ان احنا نطلع ميه كفايه من السطح علشان تعمل لنا القرمشه، لكن من غير ما نحول البطاطس لقطعه دهنيه تبقى مدهنه او مليانه زيت. طيب، ونشوف اول سر من اسرار القرمشه: اختيار البطاطس المناسبة. وكل الستات عارفين الكلام ده، اللي فيه بطاطس للقلية وفيه بطاطس للطبيخ، معروفة الكلام ده، مش هقول لكم معلومة جديدة، كلنا عارفين المعلومة دي كويس. مش كل البطاطس بتدي نفس النتيجة في القلي. تركيب البطاطس خصوصا محتواها من المواد الجافة، المادة فيها مواد جافة وطبعا فيها نشا وفيها مية، كل دول بيأثروا على القوام وعلى القرمشة وامتصاص الزيت. علشان كده ممكن نوع البطاطس نفسه نعمل منه احلى صينية بطاطس او احلى طبيخ بطاطس، لكن ما نقدرش نقليها، مش هتدينا نفس النتيجة بتاعت نوع تاني. يعني لو هدفك الاساسي بطاطس مقلية مقرمشة، اختار بطاطس مناسبة للقلي. وما تعرفيش وتقول لي انا ما اعرفش ده من ده، قولي للبياع عايزة بطاطس للتحمير وهو هيقول لك خد دي او خد دي. السر الثاني للقرمشه، وركزوا معايا: التقطيع علاقته ايه بالقرمشه؟ اوعي تقطعي البطاطس باحجام مختلفه جدا. ما تقطعيش البطاطس واحده كبيره واحده صغيره واحده عريضه واحده رفيعه، لان القطع الرفيعه دي هتستوي وتتحمر اسرع من القطع السميكه، وكلكم بتشوفوا الكلام ده في الطاسه، لكن محدش بياخد باله ومحدش بيهتم. فتلاقي واحده حته بطاطسايه اتحمرت كويس جدا، او واحده اتحمرت زياده واتحرقت كمان، والتانيه بقت لونها ذهبي وحلو. واخدين بالكم؟ وممكن تانية لسه جوه محتاجه وقت، يعني ممكن تلاقي واحده تانية محتاجه وقت. علشان كده حاول تخلي السمك بتاع تقطيعه البطاطس والحجم متقاربين قدر الامكان، وده كمان هيخلي انتقال الحراره وخروج الميه من البطاطس اكثر تجانسا. ده السر التاني. السر التالت للقرمشة هو الغسيل والتجفيف. الله، ايه علاقة ده بالقرمشة؟ خليكم معايا ركزوا.
بعد ما حضرتك تقطع البطاطس ممكن حضرتك تغسليها كويس بالميه. علشان ايه؟ عشان تشيلي طبقه النشا السطحيه، علشان القطع ما تلزقش في بعضيها. النشا اللي موجود بين القطع وبعضيها كده عشان ما تلزقش في بعضيها. لكن الاهم بقى ما تحطيش البطاطس في الزيت وهي مبلوله. الكلام ده مش محتاج تفسير يعني. اهم حاجه ما تجيبيش البطاطس كده بعد الغسيل وهي مبلوله تحطيها على طول في الزيت. ليه بقى؟ هيحصل ايه؟ لانك اولا لازم تصفي او تجففي البطاطس كويس جدا، لان الميه دي لما بتلامس الزيت اللي هو شديد السخونيه بيتحول بسرعه لايه؟ لما الميه بتلمس الزيت بيتحول بسرعه بخار، وده ممكن يعمل تطاير وطرطشه للزيت، وممكن يعمل حروق طبعا للناس اللي بتستخدم. ده السر الثالث. السر الرابع التعفير بالنشا. يعني ايه تعفير بالنشا؟ بحط طبقه بسيطه قوي كده، يعني بعفرها بس بالنشا بحيث ويقلبها كويس بحيث ان تاخد طبقه رقيقه جدا من النشا حوالين البطاطس. هتقول لي الله، انت كده مش من شويه قلت لي نغسل عشان نتخلص من النشا؟ طب ايه دلوقتي اللي بنضيف بقى ايه؟ نشا. احنا اتخلصنا من انت ما كنا خلينا النشا الاولاني. في هنا ده السؤال، ده سؤال ممتاز جدا جدا، لاننا بنتكلم على حاجتين مختلفين تماما. بعد التقطيع وغسل البطاطس بالميه بيساعد على ازاله جزء من النشا الموجود على السطح، وده بيقلل النشا الحر. بصوا ركزوا معايا، بيقلل النشا الحر الموجود بين القطع، وبالتالي بيساعد على تقليل التصاق القطع ببعضها. لكن بعد الغسيل لو عايز طبقه تانية خارجيه اكتر قرمشه، لو انت عايز القرمشه تزيد كمان شويه ممكن تعفر بنشا خارجي، تجيب نشا ذره وتعفر بيه البطاطس وتقلب كويس جدا قبل القلي. واضافه النشا هنا بقى مش شرط اساس على فكره علشان تعمل بطاطس مقرمشه. ناس كتيره جدا بتعمل بطاطس مقرمشه وزي الفول من غير ما تضيف نشا. انا بتكلم بس للي عايز يزود ايه؟ القرمشه. ده السر الرابع. نشوف السر الخامس للقرمشه، هي غلطه الزيت اللي مش سخن. يعني ايه غلطه الزيت اللي مش سخن؟ ان احنا نجيب البطاطس وننزل على زيت حرارته ما هياش كفايه، يعني زيت بارد شويه ما هواش سخن قوي يعني. اللي بيحصل هنا ايه؟ عمليه القلي هنا بتكون مش بالسرعه المناسبه، بتكون عمليه بطيئه، والبطاطس هنا بتفقد اكتر من بتقعد اكتر وقت من في الزيت، يعني بتقعد وقت اطول في الزيت، ودي ممكن تؤدي لايه؟ يعني الحراره قليله والمده اطول، فبتؤدي الى امتصاص الزيت اكتر. لكن خلي بالك هنا مش معنى ان انا بقول لك حراره كفايه انك تخلي الزيت مولع ويدخن. خلي بالكوا نقطه التدخين دي يعني معناها انك بتحول الزيت من ممكن يكون صحي الى غير صحي. يعني ممكن هنا الزيت يتدهور حالته ويفقد ايه؟ خواصه والقيمه الغذائيه بتاعته بقى لما يوصل لمرحله التدخين. ما بتحاولش بقى تخلي الحراره تدخن ايه؟ الزيت. ده السر الخامس. نشوف السر السادس لقرمشه البطاطس، وهي غلطه وضع بطاطس كتير جدا في الطاسه مره واحده. في ناس كده بقى عامله ربع كيلو بطاطس كده تيجي حطها مره واحده في الطاسه. الزيت هنا هيحصل ايه؟ طبعا الزيت سخن، ولما تيجي حاطط البطاطس البارده دي، البطاطس لسه بارده بدرجه حراره الجو، تقوم حاطط كميه بطاطس كبيره مره واحده، هيحصل ايه؟ البطاطس هنا اللي هي البارده هتسحب الحراره من الزيت، يعني بيبرد بشكل الزيت بيبرد بشكل ايه؟ واضح. والنتيجة طبعا القلي هيكون أبطأ بكتير، والبطاطس ممكن تقعد وقت أطول، وفي الآخر تشرب زيت وتطلع طرية بدل ما تطلع مقرمشة. علشان كده القلي على دفعات أفضل بكتير جدا من إننا نحط الطاسة مرة واحدة. يبقى احنا لو عندنا ربع كيلو ولا عندنا شوية بطاطس مالت الطاسة، يا دوب نحط شوية يملوا الطاسة كده، لكن ما نحطهاش فوق بعضيها، يملوا الطاسة كده ليهم، بعدين نحط ايه؟ المجموعة التانية، ما نملاش الطاسة على بعضيها، بحيث ان يكون ايه؟ الزيت يغمر كل ايه؟ القطعة، وما نخفضش حرارة الزيت مرة واحدة. نشوف السر السابع بتاع قرمشة البطاطس، هو القلي على المرحلتين. الحتة دي مهمة جدا، بيعملوها كتير في المطاعم، فانتوا ركزوا معايا كويس. في المرحلة الأولى يا جماعة يعني بنقلي، يعني دي من أشهر الطرق المشهورة عشان ناخد نتيجة ممتازة. بنقلي في المرحلة الأولى، في المرحلة نركز على تسوية البطاطس من جوه، بنركز على تسوية البطاطس من جوه مع بداية تكوين القشرة. يعني البطاطس من جوه بتتسوي وبدايه تكوين القشر، بعد كده بنطلعها ونصفيها كويس جدا من الزيت، وبعدين بنعيد مره تانية الى
الزيت السخن علشان نوصل للون الذهبي اللي احنا عايزينه والقرمشه اللي احنا عايزينها. لكن هنا استنى بقى، في غلطه ناس كتيره بتعملها بعد القلي، الحته دي مهمه قوي ركزوا فيها. ناس بتعمل كل الخطوات صح، وبعدين تيجي مطلعه البطاطس كده بالمصفى ولا بالمعلقه ولا بتاع، وتحط البطاطس كلها فوق بعضيها في طبق عميق. هنا دي مشكله. ايه اللي بيحصل بقى فيها؟ في بخار، طبعا البطاطس لسه سخنه فبتطلع بخار. البخار ده عباره عن رطوبه، والرطوبه دي ممكن تطري القشره اللي احنا تعبنا وعملناها. واخدين بالكم؟ لما نحط البطاطس فوق بعضيها كده كوم فوق بعضه، الرطوبه اللي بتطلع من السخونيه دي هتطر البطاطس وتخليها ايه؟ طريه مره تانية، وتبوظ القشره اللي احنا عاملينها. عشان كده هي صف البطاطس كويس جدا من الزيت، وخليها مفروده على ورقه مناديل بتاعه مطبخ كده او في مصفى بقدر الامكان، وما تحطهاش فوق بعضيها. المفاجاه وهي ان الزيت مش بيدخل، هي ان الزيت مش بيدخل البطاطس وقت القلي بس. يعني انا قلت لكم في اول الفيديو ان في الزيت ممكن يخش في البطاطس مش وقت القلي، ممكن يخش في البطاطس وقت التبريد كمان. طب ازاي بقى الكلام ده؟ اول ما حضرتك بتطلع البطاطس من الطاسه، اللي بيحصل ايه؟ ان البطاطس دي وهي بتبرد ممكن الزيت اللي موجود على السطح نفسه بينتقل داخل المسام. انا قلت لكم سطح البطاطس في مسام، فالزيت ممكن ينتقل داخل ايه؟ المسام، لو انت ما صفيتش الزيت كويس. لكن لو انت فارد البطاطس وصفيت الزيت كويس جدا، العمليه دي هتقل كتير. عشان كده بقول لك ايه، دي احد اسباب اللي بتخلينا نصفي الزيت من البطاطس المقليه. مهم جدا عشان ما نديش فرصه لان الزيت يرجع تاني جوه البطاطس، وبالتالي بيكون نسبه الزيت عاليه. طيب لو عندك اير فراير بقى او قلايه هوائيه اللي هي منتشره دلوقتي، معظم البيوت فيها الاير فراير، وعايز تطلع احلى بطاطس، تقدر تعمل بطاطس اللي لونها ذهبي ومقرمشه كمان باستخدام كميه زيت بسيطه خالص خالص. يعني ممكن تبقى عشر اللي انت هتستعمله، حاجه بسيطه لا تذكر يعني، من الزيت العميق اللي احنا بنستخدمه في الطرق التقليديه. في القلي العادي يا جماعه البطاطس بتكون محاطه بالزيت من جميع الجناب، بتبقى مغموره بالزيت. اما الاير فراير بيعتمد على هواء السخن المتحرك، هواء سخن ايه؟ متحرك، مع كميه قليله جدا من الزيت. احنا بنرشها كده ببخاخه على الزيت ونقلب كويس جدا. وبس قبل كل ده بنعمل نفس الخطوات السابقه في القلي العادي، اللي هي ايه؟ نقطع قطع متساويه، غسيل لازاله النشا، ننشف كويس جدا اثار الميه، كميات صغيره جدا تتحط في السله بتاعه الاير فراير، ما برضو ما احطش كميه كبيره. وقبل ما نحط طبعا برشه ايه؟ بزيت كده، واقلب عشان الزيت ينتشر على سطح البطاطس كلها بسبراي كده. في ازازه بتتباع كده رخيصه مش غاليه خاصه بالزيت، واخدين اول ازازه رش زيت الزيتون، معروفه ازازه كده بترش بيها الزيت، فالزيت بيطلع في صوره رذاذ متناهي الصغر بيتوزع على سطح البطاطس. تقلب انت كده كويس وتحطها في الجهاز. ولو عايز قرمشه اقوى اكتر طبعا ممكن تعفر بالنشا زي ما انا قلت لك قبل كده، وتتقلب وتترش بالزيت بعد كده. يعني بتحط الزيت قبل ما تحط الزيت تعفر بالنشا وتحط الزيت، وبعد كده تظبط الجهاز على درجه الحراره والمده اللي انت عايزها. وفي النهاية يا جماعة البطاطس المقرمشة مش هي سر واحد، يعني سبب البطاطس المقرمشة ما هو سر واحد، دي مجموعة كبيرة من تفاصيل صغيرة لما بتتجمع مع بعضها بتعمل فرق كبير جدا. لو حضرتك بقى استفدت من الفيديو ده اكتب لي في التعليقات أنا بحبها مقرمشه. اكتب لي في التعليقات كده هعرف ان انت ايه شفتني. وقولوا لي ايه اكتر مشكله بتقابلك في البطاطس، هل بتطلع طريه معاك، ولا بتشرب زيت، ولا بتتبخر، ولا بتتحمر من بره وتفضل طريه ونيه من جوه. وما تنسوش بقى تشيروا الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، علشان علشان بعد كده عندنا اسرار كتيره جدا في مطابخنا بنعملها كل يوم، ومعظمنا احنا فاكرينها صح وهي محتاجه تصحيح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشر ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش بقى تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، ودعموا القناه بالشير واللايك والتعليقات، وانا هرد على كل تعليق ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.